ما كانش عاجبها الدين الإسلامي وطلعت قالت أكتر من مرة أنا مسلمة بالوراثة، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط. بس الموضوع اتطور معاها وبقت تصلي الظهر وتنزل تروح تتعلم الترانيم. ايه اللي حصل مع لقاء الخميسي وحقيقة الفيديو اللي منتشر ليها دلوقتي في الكنيسة؟ تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. السوشيال ميديا مقلوبة وملهاش سيرة غير فيديو لقاء الخميسي اللي طلعت فيه من جوه كنيسة وهي بتتعلم ازاي تقول ترانيم ولابسة سلسلة عليها صليب. طيب ازاي الكلام ده وهي مسلمة؟ واضح كده انه تصريحاتها الفترة اللي فاتت كانت تمهيد للكلام اللي بيحصل دلوقتي، لان الفيديو ده انتشر بعد شهور قليلة لما طلعت وقالت انها مش مسلمة الديانة، هي مسلمة كده بس بالوراثة، لكن ديانتها الحقيقية هي المحبة، واي دين في محبة انا مؤمنة بيه. بالوراثة أنا مسلمة، والمسلم هو من أسلم قلبه للإله، أنا أسلمت قلبي للإله بكل الأديان، وأنا بحترم كل الناس. وكملت كلامها وقالت أنا مسلمة في الباسبور، وأهلي وأبويا وأولادي وجوزي مسلمين، وأمي مسيحية وأهلها، أنا اتربيت مع مسيحيين، فأنا اتربيت في عيلة فيها الاتنين، فلازم أحب الاتنين، مش معقول يعني هعدم الست. وده اللي خلى الكل يشك في ديانة لقاء، وإنها يعني مش مسلمة، بس بتقول كده علشان تبعد الانتقادات والهجوم عنها. يعني من الآخر لقاء طلعت مخلطة ما بين هنا وبين هنا، وده بيحصل كتير في ناس كتير، لكن إنها تجمع بين الحاجتين ده كان موضوع غريب مع الجمهور. علشان كده قالوا إنه لا بقى، دي مش بتحاول تتصدر لترند، ولا هي كانت بتقول كلام تثير بالجدل وخلاص، ده كلام حقيقي 100%، وهي عملته قصده علشان تمهد للناس حقيقة الحياة اللي هي عايشاها دلوقتي، ما كانتش عارفة تجيبها لهم ازاي. بس برضو في فئة فضلت شايفة إنها بتثير الجدل 100% مش أكتر، لأن حياتها الشخصية اللي بتكشف عنها مستحيل تكون طبيعية، ودايما كلامها بيعمل مشاكل وبيخليها ترند. زي مثلا لما طلعت وقالت إن صحابها الرجالة قد عدد شعر راسها، وإنها ما تعرفش تعدهم، وصحوبية الرجالة أحسن من صحوبية الستات بالنسبة لها لأنهم بيفهموها أكتر. وكمان قالت صحابي الولاد أكتر من البنات، ومحمد متقبل ده لأن في ناس أعرفهم من قبل ما أعرفه، ومنهم 2 أناتيمي، وكمان في ناس في الوسط ومحمد يعرفهم، وطالما العلاقة في مقامها الصح فتمام. وده اللي خلى الجمهور يغير نظرته في جوزها عبد المنصف، ويشوفوا إنه مش بيغير عليها ولا عنده معلومة عن العادات والتقاليد الشرقية. علشان كده محدش بقى فاهم هو كل ده ترند ولا حقيقة ومش تمثيل. طب ازاي لو دي حياتها الطبيعية بتعمل حاجة زي دي؟ المنطق ما يستوعبهاش. دلوقتي يجي دوركم تشاركونا الرأي، شايفين انه لقاء فعلا بتحاول تتصدر لترند، ولا الموضوع زي ما قالت انها بتجمع بين الدينين في نفس الوقت؟ شاركونا الرأي في التعليقات.